البيرسونال براند هو السي في الجديد في عصر الاي اي. الشركات دلوقتي ما بقتش تثق في السي في بالدرجه لانها بقت تتفيك. اي حد دلوقتي يقدر يدخل شات جي بي تي او كلود ويقول له اكتب لي سي في ويكتب لك سي في كما قال الكتاب، وقال ايه هيمونايز لي الكلام. بتبقى باينه برضك انها اي اي لان التون شات جي بي تي او تون الاي اي بقت معروفه وبقى سهل انها تتكشف. فانت دلوقتي بتقول انك كرييتيف وعندك خبره في الماركتنج وعندك ليدرشيب سكيلز، بس فين الدليل؟ وعشان كده السوق بقى يتجه بشكل اكبر للسكيلز بيزد هايرنج او التوظيف القائم على المهارات. وكان في تقرير من فتره بيقول ان 7 من كل 10 اصحاب عمل بقوا يستخدموا في التوظيف الطريقه دي. يعني الشركات ما بقتش تسال بس انت ايه الشهاده اللي معاك او ايه التايتل اللي اشتغلت تحتيه قبل كده، وبتسال ايه اللي انت بتعرف تعمله فعلا وايه السكيلز اللي عندك وايه الدليل انك فعلا متقن للسكيلز دي. وهنا بقى يجي دور البيرسونال براند، لانك بتحول المهارات اللي انت كاتبها في السي في دي لدليل ظاهر على اتقانك ليها. على سبيل المثال لو انت كاتب في السي في انك خبير في السوشيال ميديا ماركتنج، البيرسونال براند هيظهر انت خبير فعلا ولا لا، وخبرتك دي قد ايه من خلال مثلا الكونتنت اللي انت بتبريك داون فيه الكامبينز بتاع البراندات، تحقيق لسبب فشل او نجاح كونتنت معين، من خلال قدرتك على شرح كونسبت معقد بطريقه مبسطه او بمنظور مختلف. كل الحاجات دي بيظهر فيها طريقتك في التفكير، بتحلل المعلومات ازاي، طريقتك في حل المشاكل، بتشوف المشاكل من انهي زاويه، ده غير حضورك وكاريزمتك والفاليوز اللي عندك ومنظورك الشخصي اللي بيميزك عن اي حد عنده نفس التايتل. ومع استمراريتك في نشر المحتوى والتعبير عن افكارك بالزاويه الفريده بتاعتك، بتوصل لمرحله ان اسمك بقى مربوط عند الناس بقيمه معينه وتخصص معين، فبتلاقي الشركات هي اللي بتتواصل معاك. انا بشكل شخصي لما بستمر في نشر المحتوى وبقدم فاليو بجد، بيجي لي رسائل كتير لناس وشركات حابه ان يكون ما بيننا شغل وتعاون، وده اصلا من غير ما ابعت للشركات دي او ابعت لهم السي في بتاعي. فبدل ما كنت هتبعت السي في لشركات كتير وتخش في انترفيو في التاني في التالت ونشوف بقى هتتقبل ولا لا، هتبقى الشركات هي اللي بتتواصل معاك وانت اللي هتقرر بقى هتقبل الفرصه دي ولا لا. بس اكيد مش تبقى حاطط رجل على رجل ومش بتعمل حاجه، لانك هتبذل وقت ومجهود في بناء البيرسونال براند بتاعك، ولكن هيبقى اصل هيراكم خبراتك على اللونج تيرم وبيجيب لك فرص باستمرار. واصلا ما انت لو بدات تعمل بيرسونال براند قوي مش هتحتاج انك تشتغل في وظيفه.